بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده، يعني انا ببتدي معاكم اليوم من اوله، من اول ما بروح السوق واجي اشوف انا جبت ايه وهنعمل غدا ايه النهارده انا جبت طماطم النهارده، يعني في حته بعيده قوي كده، عمالين نشب عشان نطولها. طماطم وصلت ل20 جنيه، واخده 3 اسعار: 20، 17.5 وب12.5. طبعا خير الامور الوسط، انا جايبه من ام 17.5. ماشي. جبت كيلو طماطم وجبت ليمون، جبت نص كيلو ليمون، الليمون ب10 جنيه. ماشي. وجبت بتنجان جميل للقليه، جميل قوي البتنجان اليومين دول. بصي تمسكي البتنجانه بتبقى طريه كده وحلوه. جبت الكيلو ب5، اللي هو اللي احنا بنقليه، مش بتاع المحشي. وجبت مانجا نعوم، الكيلو ب30 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليها. جبت 2 كيلو، 4 وحدات زي الفل. تقيلة ما شاء الله، يعني بالهنا والشفا. وجبت الخيار النهاردة ب15. وجبت لحمة مفرومة، عملت ببرغل. خدت بصل وخدت برغل وتوابل وفرمتها عند الراجل، هنعملها ان شاء الله النهاردة مع بعض على صينية بطاطس، هتبقى زي الفل. وجبت كمان كيس الصابون ده بيقولوا، انا ما جربتوش بصراحه، انا اول مره اجربه، وان شاء الله هعمله معاكم. ده الكيس ده ب25 جنيه، بيقولوا بيعمل 6 لتر، فهنجربه سوا، يعني ان شاء الله يطلع حلو. دي كده الحاجه اللي انا جبتها النهارده واللي انا كنت محتاجاها. ويلا بقى نشوف احنا هنعمل غدا ايه النهارده ونظبط الدنيا، وربنا كريم. كملوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تحطوا اللايك، وان شاء الله يبقى فيديو خفيف عليكم. بصوا بقى حبايبي، نجهز صينيه البطاطس قبل ما نصبع الكفته، عشان انا حطيت الكفته في التلاجة. دول بصلتين، البصل على قد كميه البطاطس، وقرنين فلفل نفس الكلام، وطماطم، وفصين توم. البصل انا دعكته بشويه ملح. تمام. هنعمل ايه بقى؟ احنا هنحط البهارات اللي هي الميكس على بعض. ايه في ايه؟ البهارات اللي هي ال7 بهارات. ماشي. مش هكتر، مش هحط غير ال7 بهارات، وهزود بس الكمون شويه. هو كده كده ال7 بهارات فيها كمون برضو، بس هندعم البطاطس بالكمون عشان هي بتحب الكمون. ماشي كده تمام. دي كده ال7 بهارات، ودي معلقه كمون عشان تدي طعم جميل. وعندي بقى ايه، معلقه ليا محترمه كده. بصي انا ايه، طلعتها من الفريزر وبشرتها على المبشره، بتدي طعم جميل قوي. وكمان يعني انا عامله كفته، فهتخلي البطاطس يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. طيب ادي الليا. كمان نحط بقى حبه زيت صغيره عشان تساعد ان الليا تفك معاها. طبعا انا حاطه الملح للبصل، وهعمل مكعب فاين فود مع الصلصه. هعمل لها معلقه صلصه كده عشان تدي طعم جميل. احنا مع الميكس الحلو ده نحط بقى البطاطس ونقلبهم ونسيبهم ايه، ياخدوا الطعم من بعض. بصوا بقى حبايبي، حطيت كميه البطاطس بتاعتي، نقلبها بقى على الميكس ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هسيبهم بقى عشان البطاطس تشرب من التوابل والبصل والطماطم، والدنيا بالنسبه لها تبقى زي الفل، عبال ما ايه، ما اصبع الكفته. وبعدين نسوي الصينيه وان شاء الله هنرصها سوا. بصوا بقى حبايبي، دي الكفته طلعتها من التلاجة. ليه بحطها في التلاجة؟ عشان تمسك، لما تيجي تمسكيها كده ما تلزقش في ايديكي. وبرده تبقي جايبه جنبك طبق كده فيه شويه ميه، فيه شويه زيت، اللي انت عايزاه، مفيش اي مشكله. انا جايبه شويه ميه. بصي ببلي ايدي كده واروح ماسكه الحته دي على قد الصباع، ومعلقه، شايفه المعلقه السبله الجميله دي من الاثريات، تصبعي كده وحاولي تخليهم كلهم قد بعض، ولا واحد كبير ولا واحد صغير، على قد ما تقدري. ماشي كده باينه كده.
ماشي. واعمل ايه على قد الصباع كده، ولو انا حسيته ان هو طويل قوي خلاص هو على قده كده وخلاص، على قد ما انا عايزه. بصي في حته كمان في المعلقه اهي، بس خلاص هو كده طوله تمام وزي الفل. احط بقى هنا كده، وبعدين اكمل الكميه كلها وبعدين نشوف هنعمل ايه. طيب بصوا يا حبايبي كده، بسم الله ما شاء الله. انا عملت ايه؟ انا بعد ما سبت البطاطس مع كل الميكس اللي احنا عملناه سوا، جبت يعني 3 معالق صلصه بس محترمين كده ولاد ناس، وحطيت عليهم مكعب ماجي، وحطيت معلقه سكر. ماشي زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. نعمل ايه بقى بعد كده؟ كل ده بارد يعني، مفيش حاجه سخنه. نرص بقى الكفته اللي احنا صبعناها كده، ترصي كده املى وش الصينيه. انا قلبتها وظبطت الميه، حاطه مج ونص ميه ماشي، عشان خاطر انا مش هينفع اقلبها لان الكفته هتبقى فيها، انا هقلب ازاي بقى؟ لكن انا ابقى مطمنه ان كميه السوائل مظبوطه، عشان بعد كده ما تجيش تقلبي وتقطعي الكفته. ماشي عسليه. ارص بقى الكفته واوريكم شكلها بعد كده ونولع عليها سوا. بصوا حبايبي، انا كده رصيت الكفته ما شاء الله عليها زي الفل. بصوا ما شاء الله شكلها جميل ازاي. وولعت عليها البوتاجاز. النار تبقى مظبوطه، مش اول ما تحطيها تبقى معليه قوي، وانا مش حطاها على العين الكبيره، حطاها على العين المتوسطه، والنار وسط. اول ما تغلي هوطي النار وتستوي بقى براحتها خالص، عشان هي ممكن تشيط من تحت وانا مش هعرف، لان انا مش هقلبها. زي ما انتوا شايفين كده، هسيبها تاخد وتدي مع نفسها، واول ما تغلي هنوطي عليها. خلاص كده احنا البطاطس ابتدت تغلي وانا وطيت عليها زي ما قلت لكم. نعمل بقى الرز. يلا نسمي الرحمن. نحط ايه السمنه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل رز حبه وحبه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. سامعين صوت غليان البطاطس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى معلقتين رز، وبحطهم ناشفين عشان يتحمروا معايا على طول. حبه كده. خلي بالك من الحروق عشان يطلع طبعا اسرع. بصوا كده درجة لون التحمير. بصوا ما شاء الله عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده انا حطيت له الملح والميه بتاعته مظبوطه. بصوا مستوى الميه. بصوا نسيب المعلقه كده عشان ايه ما يزيدش معاكي. بصوا كده كده تمام قوي، عشان خاطر الرز ما بيشربش ميه اصلا الرز ده، ومش عايزاه يطلع طري. هيبتدي بقى يغلي اهو، نغطيه ونسيبه يستوي. بصوا البطاطس، بصوا ما شاء الله كل شويه بروح ماسكه الصينيه ولفاها. لو حسيت ان هي بتغلي من مكان والتاني لا، كل شويه بلفها عشان تغلي من كل الاتجاهات، ما تبقاش حته مستويه وحته نيه، وربنا يصلح ما بين ايدينا كلنا. بصوا حبايبي، بصوا ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله شكلها تحفه وريحتها ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان شاء الله لما تجربوها
هتقتنعوا ان طعمها زي العسل. ربنا يا رب يصلح ما بين ايدينا كلنا. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، بسم الله ما شاء الله، انا خلصت الاكل وعملت بتنجان مخلل. البتنجان اللي انا وريته لكم في اول الفيديو عملت منه ما شاء الله، اللهم صل على النبي، وعملت سلطه خضراء. يعني بشكر كل واحد وصل لحد هنا في الفيديو، واتمنى يكون ما نسيش يحط اللايك، ويا رب تكونوا استفدتوا وشرفتوني الحبه دول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.